فيلمنا بيبدأ مع جاك واللي قرر هو وأسرته إنه يطلع رحلة سياحية لمصر وتحديدا في منطقة الأهرامات، وبنشوفه بعدها مع أسرته مع فوق سياحي واللي بيكونوا مبهورين بعمارة الأهرامات وطريقة بنائها، وده على عكس ابنه الصغير ديلين واللي بيكون مش مهتم بالعمارة المصرية وشايفها مجرد حجارة. ولكن ساعتها إمبرت أخته الكبيرة بتعرفه إنها عمارة عظيمة جدا وإن المعجزة إنهم بنوها بدون ما يستخدموا حتى أدوات بناء حديثة، ده غير إنها اتبنت في خلال 20 سنة واللي كانت مدة قصيرة وقتها. وبيدعم وقتها كلام جاك بنته وبيعرفها إن الأهرامات لحد دلوقتي تعتبر معجزة، وده لأن محدش يعرف طريقة بنائها وحتى تقليدها. وبعدها بتخلص جولتهم وبيوصلوا العيلة للفندق، وهناك بيقابل جاك مراته واللي بيكون اسمها جاكي، وبتقول لهم جاكي إنها استمتعت بجولتها في الأسواق المصرية واللي قررت إنها تاخد تحف من مصر وتبيعها هناك في أمريكا بسعر كويس. وفي نفس اللحظة دي بتحصل هزة أرضية عنيفة وبيبدأ الفندق إنه ينهار عليهم، فبيجري جاك هو وأسرته بسرعة وبيخرجوا لبره الفندق. وأول ما بيخرجوا بيتفاجئوا لما بيشوفوا إن معظم المباني اللي حواليهم بتنهار وبتقع على ناس كتير وبتتصاب. وبتشوف أمبر وقتها المرشد بتاعهم واللي بيكون اسمه طارق، وبيظهر إن الحجارة وقعت على رجله وبيبقى مش قادر إنه يتحرك، فبيروح له جاك بسرعة وبينقذه على آخر لحظة قبل ما المبنى ينهار عليهم بالكامل. وبتستمر الهزات الأرضية واللي بتتحول لزلزال كبير بيدمر معظم المباني. وبعد شوية وقت بيهدى الزلزال، فبيروح جاك يفهم اللي بيحصل، وساعتها بتعرف واحدة من السياح اللي بتكون مهتمة بالأرصاد الجوية إن في تحول كامل للمناخ لشبه الجزيرة العربية، وإن غالبا إن الزلزال ده ممتد من مصر لغاية دولة الإمارات. وفي نفس الوقت ده بيجي طارق واللي بيحذر جاك من اللي بيحصل وبيقوله إنه ما يصدقش التلفزيون والأخبار، وده لأنهم بيكذبوا عليهم دايما. فبيسألوا جاك عن الحقيقة واللي ممكن يحصل، فبيعرفوا طارق إن في تبخر في المياه المالحة ومعظم البحور، وإن ده بيغذي الغيوم والسحب وبالتالي بينخفض الضغط الجوي وبتقل درجة الحرارة بشكل كبير جدا. وبيوري له طارق خريطة عليها دوائر حمراء على حدود البحر الأحمر والمتوسط، وبيعرفوا إنهم لازم يخلوا المناطق دي من السكان قبل غروب الشمس، وده لأن درجة الحرارة في المناطق دي هتقل لسالب صفر وإنهم ممكن يتجمدوا من شدة البرودة. وفي نفس اللحظة دي بيتغير المناخ وبتبدأ إنها تمطر، فبيحاولوا يوقفوا أي عربية تبعدهم عن المنطقة اللي هم فيها، فبيقف لهم سواق واللي بيطلبوا منه إنهم يروحوا للمطار. وفجأة بيبدأ الجو إنه يتغير بالكامل لدرجة إنها بتمطر تلج، وبتفضل برودة الجو إنها تزيد، فبيضطروا إنهم يلبسوا كل اللبس اللي معاهم علشان يتدفوا. وبيعرفهم طارق إنهم لازم يبعدوا عن المنطقة اللي هم فيها في أسرع وقت، في الوقت اللي جاك بيحاول فيه إنه يحجز أقرب رحلة طيران لأمريكا. ولكن فجأة بيخاف السواق من منظر الجليد اللي في كل مكان، فبيضطر إنه يرجع لأسرته علشان يطمن عليهم، وبينزل وبيسيبهم في نص الطريق واللي بيبقى الطريق كله واقف بسبب الازدحام، فبيضطروا كلهم إنهم ينزلوا ويكملوا الطريق ماشي لحد ما يوصلوا للمطار. ولكن فجأة طيارة ما بتقدرش تقاوم شدة الهواء وبيختل توازنها وبتقع على أقرب مكان منهم وبتنفجر. وساعتها بيتأكدوا إنهم لو ركبوا طيارة احتمال كبير إن حياتهم هتنتهي بسبب العاصفة، فبيقرروا إنهم يروحوا لأقرب محطة قطر، وبيقدروا إنهم يلحقوا آخر قطر وهو بيتحرك بصعوبة. وبتزيد وقتها سرعة القطر وما بيقدرش ديلين إنه يمسك في القطر وبيقع، فبتنط وراه إمبر وطارق بسرعة، ولكنهم ما بيقدروش إنهم يجروا في التلج ويوصلوا للقطر مرة تانية. فبيضطر جاك ومراته إنهم ينطوا من القطر هما كمان، وده علشان يحموا أولادهم وما ينفصلوش عن بعض. وبيتخانق جاك معاهم وده لأنهم مش هيقدروا يلاقوا أي وسيلة مواصلات تانية في وسط الصحراء. فبتحاول مراته جاك إنها تهديه وبتقوله إنهم ممكن يرجعوا للمدينة مرة تانية ويلاقوا أي عربية توصلهم، ولكنه بيتعصب أكتر وبيقول لها إن الطريق للمدينة هيحتاج لساعات وممكن لأيام. وبيقاطعهم وقتها طارق واللي بيطمنهم إنه قدر يتواصل مع والده وإنه هيبعت لهم وسيلة مواصلات عند كيلو 17 خلال دقايق. فبيسألوا وقتها جاك عن الطريقة اللي هيروحوا بيها للكيلو 17، فبيعرفوا طارق إنهم قريبين وإنه على بعد 10 دقايق من المكان اللي هم فيه. وبيوصلوا فعلا للافتة واللي مكتوب عليها كيلو 17، وبعد لحظات بتوصل طيارة فعلا واللي بتاخدهم وبتمشي. وبيتفاجئ وقتها جاك من الطيارة وده لأنها بتكون طيارة حربية، وبيستغربوا كلهم وبيسألوا طارق عن هوية والده لأنهم كانوا فاكرين إنه هينقلهم بعربية مش بطيارة. فبيعرفهم طارق إن والده يبقى وزير الدفاع في الجيش الأردني، وإنه جه لمصر السياحة بعد ما اتخانق مع والده، وده لأن وضعه الأمني حساس وكان خايف عليه من السفر لوحده. فبيفهم جاك وقتها سبب تنكر طارق في هيئة مرشد للسياح. واثناء ما هما في الطياره بتشتد العاصفه الثلجيه وبيبدا يختل توازن الطياره وبتتجمد وقتها كل محركات الطياره، فبيضطروا انهم يهبطوا في اقرب مكان بسرعه. وبيحاولوا الطيارين بصعوبه انهم يحافظوا على اجزاء الطياره اثناء الهبوط، وده لان اطرافها بتبدا انها تتكسر من شده البروده. وبتهبط الطياره اخيرا على نهر النيل واللي بيبقى متجمد بالكامل، وبتبدا الطياره انها تغرق، فبينزلوا منها بسرعه وساعتها بتوع امبر في البحيره الجليديه وبتكون هتغرق، لكن بيقدر طارق انه ينقذها على اخر لحظه وبيبعدوا عن
الطيارة قبل ما تغرقهم كلهم وتكسر الجليد اللي حواليها، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا مجموعة من السياح زيهم واللي بيبقوا تايهين ومش عارفين يوصلوا لأي مكان. وساعتها بيتكلم الطيار وبيحذرهم إنهم لازم يروحوا لأقرب مكان للإخلاء، وده لأنهم هيتجمدوا من البرودة لو فضلوا في نفس المكان، وده لأنهم بعيد عن مركز العاصفة. فبيرد جاك عليه وبيقول له إن من المنطقي إنهم يبعدوا عن مركز العاصفة مش العكس. فبيشرح له الطيار إن مركز العاصفة بيتسبب في إنه يغير مناخ المنطقة القريبة منه للأدفأ، واللي بيبقى مركز العاصفة هو منطقة البحر الأحمر. وبتأكد جاكي على كلامه إن ممكن هناك ساعتها يلاقوا أماكن يقدروا يستخبوا فيها لغاية ما العاصفة تخلص من غير ما يموتوا من شدة البرودة. وبيخاف وقتها جاك على عيلته، فبيتحرك بسرعة هو والمجموعة اللي لقوها من السياح. وفي الطريق بيتفاجئوا بمزرعة جمال، واللي بيبقى كل اللي شغالين فيها هربوا بسبب الجو. فبيقرروا انهم يركبوا الجمال وبيمشوا ناحية الغرب علشان يوفروا طاقتهم. وساعتها بيلاحظ ديلين ان في حاجة غريبة ظاهرة من بعيد، فبينزل من على الجمل علشان يقرب اكتر ويستكشفها، ولكن بيظهر ان ده الهرم الاكبر، وده بعد ما اتغطى بالكامل بجبل من التليج. وفجأة بيتزحلق ديلين من على الهرم وبيقع للناحية التانية، وساعتها بيضطر جاك هو كمان ينزل وراه، وبعدها بينزلوا المجموعة كلهم وبيسيبوا الجمال. ولكنهم بيتصدموا لما بيوصلوا لنفس النقطة اللي كانوا واقفين فيها وغرقت فيها الطيارة. فبيبدأوا انهم يدوروا من جديد على طريق يوصلهم لأقرب نقطة من مركز العاصفة. وأثناء ما هم بيتكلموا بيسمع جاك صوت عربيتين، فبيبدأوا انهم يصرخوا ويشاوروا لها على أمل انها تقف لهم. وبيقدر السواق أخيرا انه يسمعهم وبيوقف العربية وبينزل منها، وبنعرف انه راجل عربي واللي بيسألهم عن السبب اللي مخليهم في الصحراء. فبيعرفوا جاك ان الطيارة اللي كانوا راكبين فيها اتحطمت وانهم مش لاقيين اي مواصلة توصلهم لمنطقة الإخلاء. وبيترجم له طريق كلام جاك، فبيوافق الشخص ده انه يوصلهم في طريقه. وبعدها بياخدهم معاه المخيمات عاملينها السكان المحليين وسط الصحراء في مكان قريب من مركز النفط، وده لانه المكان الوحيد اللي بيقدروا ياخدوا منه بنزين علشان يولعوا نار بيه ويتدفوا. فبيستغرب جاك منهم، وده لانهم ناويين يخيموا وسط العاصفه ويستنوها انها تنتهي. وبيتكلم مع الراجل البدوي وبيحذروا انهم لازم يخلوا المنطقه فورا من السكان قبل غروب الشمس، وده لان العاصفه هتشتد اكتر وساعتها هيتجمدوا من البرد. ولكن وقتها الراجل البدوي بيعترض على كلامه وبيقولوا انهم معاهم اكل وشرب يكفيهم، وانهم عاملين خيم امنه جدا على السكان. وفي نفس اللحظه دي بيحصل زلزال قوي وبيتسبب في ان البنزين يتكب النار اللي مولعينه وبينفجر. وبصعوبه جاك وعيلته بيبعدوا عن النار، وبيقدر جاك انه ينقذ واحد من السكان قبل ما يتصاب. وبعدها بيرجع جاك يتكلم مع السكان واللي بيعرفهم ان وجودهم هنا خطر وان المنطقه هنا مش امان. ولكن الراجل البدوي بيقولوا انهم لو اتحركوا ناحيه العاصفه هم ساعتها هيموتوا. وساعتها بيختلفوا في الراي وبيتقسموا لمجموعتين، واللي مجموعه منهم بتروح مع جاك واسرته لمركز الإخلاء، والمجموعة التانية بتقرر إنها تفضل في الصحراء والمخيمات. وبياخد جاك هو وأسرته عربية للسكان اللي قرروا يروحوا معاه وبيمشوا. وفي نفس الوقت ده بيحصل زلزال قوي والعاصفة بتشتد أكتر، فبتتسبب في إن العربية هتتقلب بيهم. وبيقدر طارق اللي كان في العربية التانية إنه يساعده بصعوبة وبينقذه هو وعيلته قبل ما العربية تنفجر بيهم. وبعدها بيكملوا طريقهم كلهم في العربية التانية وهم خايفين من العاصفة، وبيقدروا إنهم يتحكموا في سرعة العربية بصعوبة، وده لأن المحركات بتبدأ إنها تتجمد وبتتعطل. وبعد ساعات بيقفوا عند منحدر واللي بيبقى منعدم الرؤية، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا إن الطريق اللي على الخريطة مختلف عن الطريق اللي جوه العاصفة. فبيضطروا وقتها إنهم يسيبوا العربيات وبينزلوا بالحبال من قمة الجبل للوادي. وفي نفس الوقت بتبدأ العربيات اللي مثبتين فيها الحبال إنها تتزحلق من على الجليد من فوق الجبل وبتتحرك ناحية المنحدر، والحبال بتبدأ إنها تتقطع. وفجأة بتقع العربية من فوق الجبل على واحد من السكان اللي نزلوا، ولكن بيقدر جاك إنه ينقذه على آخر لحظة. وساعتها ما بيقدروش كلهم انهم ينزلوا للوادي. ووقتها بينفصل ديلين مع 2 من السياح عن اسرته، ولكن والده بيطمنه وبيقولوا انه هيطمن ان الوادي امن وهيرجع له مره تانية. ولكن ساعتها بيلاحظ ديلين ان في طريق بيوصل من الجبل للوادي، وبيقدر انه يقنع السكان اللي معاه انهم يمشوا فيه لحد ما بيقدروا اخيرا انهم يوصلوا لباقي افراد عيلته. وبعدها بيتفاجئ جاك لما بيشوف عربيات كتير جدا، ولما بيبص جواها بيتصدم لما بيلاقي ناس كتير ميتة من شدة البرودة جواها، واللي كانوا بيحاولوا انهم يهربوا من العاصفة. فبياخدوا عربية بعدها هو وأسرته وبيكملوا في طريقهم لمكان الإخلاء، ولكن فجأة بتتعطل العربية بيهم وبتغرز في التلج، فبيضطروا إنهم يرجعوا يكملوا طريقهم مشي من تاني. وبعد فترة بيوصلوا لسد ضخم وما بيقدروش انهم يعدوا منه، وبيحاول جاك انه يلاقي اي كهف او طريق تاني، ولكنه للاسف ما بيلاقيش، وبيحس بالاحباط انهم مشيوا في طريق غلط. وفي نفس الوقت ده بيبدأ السد انه يتشرخ وبينهار مرة واحدة وبيتسبب في زلزال قوي، وبينفصل ساعتها ديلين ووالدته عن جاك وإمبر وطارق.
وبعد ما الضباب بيروح بيتفاجئ ديلين إنه اتحبس هو ووالدته في منجم مهجور للفسفور، وبيستخدم وقتها ديلين حيلة من ألعاب الفيديو بتاعته، وهو إنه يعرف اتجاه الهواء من خلال البخار اللي بيطلعه من نفسه، وبيقدر ديلين إنه يعرف مكان المخرج فعلا وبينقذ والدته. وبعدها بنشوف جاك وإمبر وطارق وهما بيدوروا على ديلين وجاكي، وبيقدروا بالصدفة إنهم يسمعوا صوتهم هما طالعين من المنجم، وبيتجمعوا مرة تانية بعد ما بيكونوا فقدوا الأمل إنهم يلاقوا بعض، وبيكملوا بعدها طريقهم مشي. وفي نفس اللحظة دي بيشوف طريق جنب الكهف وموازي للوادي، واللي أول ما بيدخلوا فيه بيلاحظوا الفرق في درجات الحرارة، وده لأن المية اللي في الطريق مش مجمدة على عكس الطريق التاني. فبيفهموا إنهم على وشك إنهم يوصلوا لمنطقة الإخلاء الدافئة، وبيمشوا بسرعة لغاية ما بيلاقوا فتحة بتخرج منها المية للبحر، فمش بتتردد إمبر إنها تنط منها، وساعتها بيقلدها الباقي وبينط وراها. واللي أول ما بينزلوا من الكهف بيفرح جاك لما بيشوف الشط، وبيطمن وقتها لما بيلاقي باقي أفراد أسرته، ولكنه بيخاف جدا بعدها، وده لأنه مش بيلاقي ديلين، وبيفضل يدور عليه هو وأسرته في كل مكان، وبيفقدوا الأمل إنهم يلاقوه. وبتيجي لجاك نوبة قلق وما بيقدرش إنه يتنفس. وفي نفس الوقت ده بيظهر جنود من الجيش الأردني واللي بيكونوا أنقذوا ديلين وبيعملوا له إسعافات أولية، وبنعرف إن أبو طارق قدر يوصل لمكانهم وإنه كان مستنيهم في منطقة الإخلاء. وساعتها بيطمن ديلين والده إنه تم إنقاذه من البحر بالسفن بتاعت والد طارق. وفي النهاية بتتجمع العيلة كلها على السفن وبيكملوا رحلتهم في البحر بأمان على أمل إن العاصفة تنتهي.